كتير من المديرين بيخلطوا ما بين الظهور المستمر والتأثير الحقيقي. أنا ممكن ما بقاش في الصورة بس تأثيري هو اللي حاضر. فتعالى لي كده مدير، عاوزين نعمل مايند سيت شيفت للمفهوم الغلط اللي انت بتقول أنا لازم أكون موجود، لازم أكون بتكلم طول الوقت، لازم أكون ظاهر علشان تأثيري يكون حاضر، للمفهوم الصح اللي بيقول اللي أنا ممكن أسيب المساحة شوية للتيم بتاعي هو اللي يظهر، هو اللي يتكلم، هو اللي يبقى حاضر، وأنا أخد خطوة كده لورا شوية وأكون بوجه وبحفز، وتأثيري هو اللي يكون حاضر مش أنا. It's not about visibility, it's about impact. ولما تسيب فرصة للتيم بتاعك إن هو اللي يظهر وهو اللي يكون حاضر، ده مش ضعف، ده تمكين، ودي أعلى درجات القيادة. فلو سمعت حد من المديرين كده بيقولك أنا من غير الشغل يقع، أنا لو غبت يوم واحد الدنيا تبوظ، ويا رب ما تكونش بتقول كده، لأن اللي بيقول كده ده معناه إن هو مش قائد حقيقي. لأن في فرق كبير قوي بين إن أنت تكون موجود وإن تأثيرك هو اللي يكون موجود. والتأثير ده بيحصل إنك تعرف وتفهم الناس اللي حواليك إزاي يفكروا، إزاي يحلوا المشكلة، إزاي يتصرفوا. وده بيجي لما حضرتك بتقدر وبتعرف إنك تزرع فيهم الفكر والقيم والمسؤولية اللي تخليهم يقدروا يتحركوا لوحدهم. فلو انت غبت يوم او ما بقيتش موجود لفترة، انت هتبقى مطمن ان كده كده التيم ماشي في نفس الاتجاه اللي انت رسمته. كل ما زاد نضجك كقائد، كل ما قل احتياجك اللي انت تظهر في الصورة، والتيم بتاعك هيقدر يتحرك من غيرك. وده اكبر دليل اللي انت فعلا اثرت فيه. انا قعدت 3 أسابيع في البيت في فترة كورونا، كان دور صعب جدا، وكنت وقتها بدير 7 فروع. تقريبا متابعتي للفروع كانت لا تتعدى 10%، لكن كل الفروع كانت ماشية زي الساعة، السيستم كان محطوط مظبوط، فكل واحد عارف هو بيعمل ايه ورايح فين، عارفين يحلوا المشكلات لان هم عارفين يفكروا صح، في قيم بيتعاملوا على اساسها، وبالتالي الدنيا ما وقعتش ومشت مظبوط اكن انا كنت موجودة بالظبط. ولكن في الحقيقة هو التأثير هو اللي كان موجود. ووقتها حضرتك بتكون شاغل بالك ازاي تحفزهم علشان يفضلوا طول الوقت on the fire، ان طبعا التيم كده كده بيجي اوقات ويقع. فانت بقى دورك اللي انت تحفزهم، توجههم، تديرهم، تطورهم، تخليهم دايما احسن نسخة من نفسهم. وهو ده التأثير الحقيقي اللي مطلوب منك. فخطوة بسيطة كده تقدر تعملها من النهاردة. فكر كده في الاجتماع الجاي ايه القرار اللي هتخلي او هتمكن حد من الفريق بتاعك ان هو اللي ياخده، وايه الجزء اللي ممكن حد تاني هو اللي يشرحه. ولما يتسأل سؤال ممكن تخلي حد ثالث من الفريق هو اللي يرد. انت كده بدأت اللي انت تمكن الفريق بتاعك. احنا كده هنكون خلصنا Lead with Elegance اول اسبوع من Business Fight. ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل علشان هنبتدي ان شاء الله في توبيك جديد الاسبوع الجاي عن التشتت.